الأيام إقبال الصبي على الأدب. لم يكد الصبي يبلغ القاهرة ويستقر فيها حتى سمع ذكر الأدب والأدباء، فسمع عن الشيخ الشنقيطي الذي ليس له نظير في حفظ اللغة ورواية الحديث، وكانت له مكتبة مليئة في مصر وأوروبا. وسمع الصبي قصته الكبرى في صرف كلمة عمرو الممنوعة من الصرف. واتصل الصبي بالأدب بشكل مضطرب مختلط بسبب أخيه الذي كان يحفظ بعض من معلقات الشعر، ثم سرعان ما انصرف عنها ليحضر دروسا في الإنشاء، وبعدها بقليل ليحفظ خطبا من نهج البلاغة ويحفظ الصبي معه، ثم يعرض عن الكتاب كما أعرض عن غيره، حتى جمع الصبي في نفسه خليطا من الشعر والنثر. ثم أشيع ذات يوم أن الشيخ المرصفي سيخصص يوما يدرس فيه الأدب، فسعى صاحبنا إلى هذا الدرس. وكان الصبي قوي الذاكرة، فكان لا يسمع من الشيخ كلمة إلا حفظها، فأحبه الشيخ المرصفي وأخذ يصحبه إلى باب الأزهر بعد الدرس، وأحيانا يبعد معه في السير. ولم يكن للشيخ حديث غير الأدب ونقده للأزهر وشيوخه وسوء مناهج التعليم فيه، وكان ذلك يؤثر في نفس الفتى أعمق تأثير. واتهم الفتى وصاحبه بأنهم يعيبون الشيوخ ويفضلون الكتب القديمة على الكتب الأزهرية، ويقرؤون دواوين الشعر التي فيها مجون ويقلدون ذلك الشعر، وشهد عليهم طلاب بذلك. وسئل الفتية فلم ينكر، فقرر شيخ الأزهر محو أسمائهم من سجلات الأزهر وإلغاء درس الكامل، وكلف المرصفي بقراءة المغني لابن هشام. وبدأ الفتى وصاحباه يفكران ماذا يصنعون، فأخذ أحدهم وانصرف عنهم وأخذ لنفسه مجلسا في جامع المؤيد، أما الثاني فقد جعل أبوه يسعى له في إصلاح أمره. إما الفتى فقد كتب مقالا وذهب به إلى جريدة تدعو إلى حرية الرأي، ولكن مدير الجريدة وعده بحل المشكلة، حتى تبين للفتى أن شيخ الجامع لم يعاقبهم بمحو أسمائهم، ولكن أراد أن يخوفهم. من ذلك الوقت أخذ الفتى يتردد على مدير الجريدة، وقد نال شيئا كان يتمناه، وهو اتصاله ببيئة الطرابيش بعد أن سئم بيئة العمائم